السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. وحابب اقول للزملكاويه ما تزعلوش، وجاي اكلمكم في موضوع بره الصندوق. طبعا انا راجل الحمد لله رب العالمين في الكوره بتكلم دايما بره الصندوق، ففي حوار كده من امبارح بيدور بين الزملكاويه فانا هرشته، فقلت لا لازم اتكلم فيه مع الزملكاويه وافهمهم ان احنا بنتخزوق خازوق جامد جدا وانتم مش واخدين بالكم منه. تعالوا نتكلم كده بصراحه وفي دقيقتين بسرعه مش هطول عليك. هو ايه اللي بيحصل مع نادي الزمالك؟ انا وانت والزملكاويه وكمان الاهلاويه وكل اللي بيفهم كوره عارف ان الزمالك كان الاحق بالثلاثه بونت بتوع بتروجيت، كان ليه ضربتين جزاء سلام 100% وما اتحسبوش. طب ادي اول 3 بونت. طب اربط كده الثلاثه بونت دول ما جوش ليه وضربتين الجزاء دول ما اتحسبوش ليه؟ اصل ده كان اول ماتش لباسيرو، ولو باسيرو كسب الماتش ده هيبقى عنده دفعه قصاد الاهلي، ويمكن يا سيدي يتعادل او يكسب، فنعمل ايه؟ فنحبطه عشان كلنا نتلخبط ونقول ايه ده لسه اول ماتش ليه ومش فاهم اللعيبه ونبقى قلقانين وبطننا وجعانه من ماتش الاهلي. وهم عملوا كده وقدروا ينجحوا في ده. طيب ندخل على ماتش الاهلي، باسيرو يفاجئ الدنيا كلها بالتشكيل ونقطع الاهلي، وكنا احنا الاقرب للفوز، واي حد يقول لك غير كده يبقى ما بيفهمش كوره او اهلاوي متعصب وخلاص. طيب ايه اللي يحصل؟ انت كان شكلك حلو وما اتغلبتش من الاهلي، خلاص يا معلم عدي. طب تعالى بقى ماتش زد، ضربة جزاء واضحة وضوح الشمس ما اتحسبتش، ومش هعيد لك الكلام واقول لك اللي حسب الاوفسايد بتاع ناصر منسي هو اللي قاعد على الفار وما خدش باله من ايه، من ضربة الجزاء. لا هو واخد باله منها، بس دي خطة ومؤامرة معمولة ضدك كزملكاوي عشان خاطر تيأس ليه بقى؟ وهو ده الموضوع بالظبط اللي انا جاي اكلمك فيه. بص يا معلم، المؤامرة معمولة عليك عشان خاطر تخش في السكه اللي احنا فيها دلوقتي، اللي هي ايه؟ تقول ان جروس اتظلم. لا جروس اتظلم ولا نيله، انا من ولايته الاولانيه بشتم فيه وبقول مدرب ملوش فكره عن الكوره اصلا، ولا عراب ولا اي خرم اللي انتوا تسمعوه، والله العظيم ما بيفهم كوره. والمدرب بصوا بقى من الاخر، يعني المدرب اللي بيعتمد على دونجا في وسط الملعب ما بيفهمش كوره. انا ليه طيب باسوريو؟ عشان اسوريو كان بيقعد دونجا. لما كنا بنلعب من غير دونجا كنا بنكسب 5 و6 ونقطع الدنيا. سموحه الكلح ده كسبناه 5 مع اوسيريو. فاوسيريو كان مدرب جامد ومدرب هجومي، وانا معترف بيه انه مدرب جامد ومقتنع بيه اشد اقتناع، ولغايه دلوقتي بقول يا ريت هو يرجع. بس باسيرو نسانده ولا ما نساندوش؟ لا نسانده. ليه بقى يا معلم؟ وخد بقى الزبد. الاهلاويه عاملين عليك مؤامره، اللي هي ايه؟ انت دلوقتي في مرحله انتقاليه صعبه جدا، المرحله الانتقاليه دي عامله لهم صداع، اللي هو ايه بقى؟ وجود احمد حسام ميدو اللي عامل لهم صداع رهيب، وجود حازم امام، وجود عمرو الجنايني. طيب وعايزين نفشل بسيرو عشان خاطر ايه؟ الجمهور يقلب عليه، فنعمل ايه؟ نخلي الزمالك ما يكسبش. طيب انت لو كنت كسبت ماتش بتروجيت وتعادلت الاهلي وكسبت ماتش زد امبارح، كان زمان الفرق بينك وبين الاهلي 3 بونت، يعني الماتش اللي هو ايه بتاع الدور الثاني تكسبهم تبقى زيك زيهم. فاحنا نعمل ايه؟ نلعب لهم في دماغهم، انا اسف في اللفظ، نشخ لهم في دماغهم، نعرفهم ان مفيش فرق اهو. وجود ميدو وحازم امام وعمرو الجنايني ما عملش حاجه، وجود صلاح الدين مصدق والجفالي لعب 3 دقايق، اللهم صل على النبي عليه، والله العظيم حته لعيب لوز. نقول لهم اهو اديكوا لعبتوا بالصفقات الجديده والمدرب الجديد ولجنه الانقاذ موجوده والهدوء وبرضه ما بتكسبوش، برغم ان ده ايه؟ ظلم وكذب وافتراء. فانا بناشد كل الزملكاويه اوعى تنجرف في الحته دي، ساند مجلس الاداره، ساند لجنه الانقاذ، وبص حط صوابعك في الشق كده ودافع عنهم. الناس دي هتعمل لك استقرار، هنجني ثماره السنه الجايه، افتكر مني ان شاء الله. هنركز في الكونفدراليه، هنركز في السوبر الافريقي، وهنركز في الدوري ان احنا نرخم على الاهلي، يعني بكل الطرق. انا عارف ان كده الاهلي هياخد الدوري بالعافيه، بس احنا ان شاء الله بكل الطرق وكل المساعي هنرخم عليهم ان شاء الله، نكسبهم الدور الثاني ونعكن عليهم. انا عامل الفيديو ده عشان اقول لك واحذرك، هم بيكرهوك في لجنه الانقاذ، ان لجنه الانقاذ بالنسبه لهم عامله لهم صداع مرعب. اللجنه جابت لك 4 لعيبه بس ال4 لعيبه اساسيين، مش بقى اروح اجيب كبشه قوطه مفعصه 20 لعيب وفي الاخر يطلع منهم بس 2 لعيبه. لا هو جاب لك 4، ال4 بسم الله ما شاء الله، احمد حسام وجهاد والجفالي وصلاح الدين مصدق، ال4 يلعبوا اساسي، وانا وانت وحتى الاهلاويه مقتنعين بيهم. فخلي بالك اوعى يضحكوا عليك، هم لغايه دلوقتي بيعملوا المؤامره دي عشان خاطر تقلب على لجنه الانقاذ. اديني قلت اللهم اني بلغت، اللهم فاشهد. اشترك بقى في القناه، فعل الجرس، تابعني، ورمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين. سلام عليكم.